بوم 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 للصبح يا صاحبي. جلسة يوم الخميس دي مع الزمالك وزيزو مش هتحصل. خليني اقول لك بقى اخبار المعسكر كله بتاع الاهلي والتشكيل المتوقع بكره. كلام كتير قوي 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 في الحلقة دي. لايك اشتراك تعالى يا باشا. بعد ما خرج علينا احمد حسام ميدو قال لك الاهلي عايز يفاوض 5 لعيبه في الناشئين في الزمالك غير احمد السيد زيزو، وبعد ما الزملكاويه يعني عندهم امل ان هو يجدد معاهم، طلعت كل الاخبار النهارده بتقول لك يا باشا الراجل دوت مضى في الاهلي، والجلسه اللي المفروض عندهم امل تتعمل بعد مباراه الزمالك وفي الفريق الجنوب افريقي في كاس الكونفدراليه مش هتحصل يوم الخميس اطلاقا. خليني اقول لك على الاكبر كمان يا باشا، انا عايز اقول لك ان العقود الاعلانيه على زيزو انهالت، كمان هو بن شرقي ومعاه تريزيجيه اللي هيجي مع الاهلي ان شاء الله نهايه الموسم ده. وعايز اقول لك الفلوس اللي دفعها الاهلي في زيزو هترجع له اضعاف مضاعفه. فرق يا باشا ما بين الناس اللي بتفكر في الاستثمار بجد واللي بيحط جنيه بيرجع له 10 واللي بس بيفكر زي كيد ويضايق المنافس بتاعه. اشرب اشرب. كمان خليني اقول معسكر الاهلي ماشي حلو قوي، بس تصريحات كولر في المؤتمر وحشه قوي. كولر بيقول لك، مين قال لك ان الاداء في مباراه الذهاب كان وحش؟ بالعكس احنا عملنا اداء جيد وضيعنا فرص كتير، وكمان اللياقه البدنيه للاعبين كانت في اعلى مستوياتها. شلنيش والنبي. هو انت يا عم كولر كنت بتتفرج على ماتش تاني غيرنا؟ التشكيل المتوقع يا باشا من مارسيل كولر والتشكيل اللي انا نفسي فيه. التشكيل اللي نفسي فيه الشناوي، رامي ربيعه، اشرف داري، محمد هاني، كريم الدبيس في نص الملعب، مروان عطيه ومحمد مجدي قفشه قدامهم، امام عاشور وينجات، اشرف بن شرقي، حسين الشحات في الهجوم، وسام ابو علي. اما التشكيل اللي كولر انا متوقع ان هيبدا بيه هو نفس التشكيل باختلاف اتنين. اول حد اكرم توفيق مكان محمد مجدي قفشه، تاني حد يحيى عطية الله مكان كريم الدبيس. يحيى عطية الله اللي مفيش هجمه واحده اتعملت من خلاله في ماتش الذهاب. ماتش هيبقى صعب، ان تركيزنا كله يكون على الهجوم، لان احنا لو دخلنا جون واحد في بدايه المباراه احنا قتلنا المباراه، لان الفريق المنافس هيكون مطالب ب3 اجوان. اما لو لعبنا على الدفاع بس وفضلنا لحد اخر المباراه 0-0 فمش بعيد نلبس جون في اي وقت. اكيد حاجه محدش فينا خالص نفسه انها تحصل، ان احنا نقعد على اعصابنا لحد نهايه المباراه. من ضمن كلام ميدو كمان قال لك في شيكات مفتوحه من رجال اعمال محبين جدا للزمالك عشان نشتري اي لعيب من الاهلي. طب فين يا باشا الشيكات المفتوحه دي وانتوا عندكم باتشيكو المفروض خد حكم النهارده من المحكمه الفيدراليه ب 880 الف يورو، واحتمال كبير جدا لو ما دفعتوش يتوقف القيد زي ما توقف قبل كده. لكم انتوا في نعمه ان انتوا عندكم جمهور بيصدقكم والله. ان شاء الله نطلع نحتفل بكره بفوز الاهلي على الهلال، وان شاء الله نحتفل بالتاهل يا عم كولر، تبدا بالتشكيل الصح وتلعب المباراه صح. ان انا لا خايف من الترتان ولا خايف من الجمهور ولا خايف من الحر ولا خايف من اللعيبه، انا خايف منك انت بس يا عم كولر. لكل اللي مش متابعني على اليوتيوب قناه موجوده في البايو، وكل اللي متابعني ما اتفرجش على اللايف النهارده يخش يتفرج عليه على اليوتيوب. سلام.